وحين تبحر بنا الشخوص والشواهد الباقية من مساجد وأضرحة وأسوار وأبراج وقلاع 2000 عام عكس الزمن، نقف من خلف الحجب الكثيفة على صورة بانورامية رائعة لحضارة قامت هنا وخلفت بصماتها حصادا أثريا ما يزال المادة البكر بأعمال البحث والتحليل وأقلام الكتابة والتأريخ. أكل الدهر وشرب على مدينة الذهب عاصمة مملكة الملثمين، لكن وريثتها عاصمة المرابطين مدينة المتاب والمآب آزوكي صمدت على قلعتها الطبيعية هنا في وادي تيارت على مرمى حجر من عاصمة الجبل أطار، وتمطت تحت ثقل الأيام من فمشور إلى فمجول متدثرة بالصخور والرمال في القصيبة والتل الأثري والقلعة والقبر التذكاري، شواهد حية لذكاء وحكمة تخطيط الجزولي وأبناء عامر يانو ويحيى وأبي بكر، لتحكي قصة الركب الميامين الذين عرسوا هنا، فتجاوبت هذه القمم والمنحدرات حمحمة ورغاء وجلبة وتراتيل، واهتزت هذه السفوح تحت أقدامهم غدوا ورواحا في مهمتهم الكونية الجلة التي كانت الهم الناصب للمرابطين. وفي منتهى الظهر شرقا من أرض البيرو تلتحف ولاته 14 قرنا لتطل بعنادها الوجودي من قمتها الجبلية، لتسخر من قولة الرحالة ابن بطوطة إنها بلغت الشيخوخة في القرن الثامن الهجري، وتحكي حكاية الإعجاز الحضاري لتروي عن يحيى الكامل صاحب عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد أحمد البكاي وضجيج مصطبات ولاته في زحمة العلماء الأعلام محمد السيد عثمان، محمد يحيى الولاتي، ومحمد يحيى السليمة والحسن الأغبدي والطالب البشير، والقائمة طويلة طويلة. وخطوة أخرى في اتجاه الغرب هذه المرة على نفس الدرب، حيث مهجر تلميذي عياض الحاج عثمان والشريف عبد المؤمن، وحيث تلألأت الكواكب الدرية من أمثال أحمد الصغير ومبالة وابناء أنبوجة وغيرهم كثير، وحيث تنام تحت حطام القرون أكبر مكتبة وطنية تذوي بها 6000 مخطوط، إنها مدينة تيشيت أو تيشيت. وهنا إحدى بصمات القرن السادس الهجري من سفوح أحد جبال آدرار، نقف على سرة الصحراء دار العلوم مدينة الواديين التمر والعلم، التي قيل فيها التمر فزاني والعلم وداني. ومن إحدى بوابات السور العظيم نتمشى الهوينة صاعدين في اتجاه المسجد على طول شارع 40 مفتيا، واقفين بإجلال أمام مهجع ولطوير الجنة الشاهد العدل على قوة الحضور العلمي الذي طاول منارة ودان في زحمة العلماء ورجال الفكر. ويقف بنا التاريخ في معراجه عند العشرية الثانية من القرن الثاني الهجري أمام بصمة تركها حبيب بن عبيدة بن عقبة حين مر من هنا في حملة الصحراء وحفر بئر شنقيط التي عرفت ربما بآب بير، فكانت بعد ذلك ب500 سنة شنقيط العامرة، منطلق الحجيج من مجامع الصحراء وبلاد السودان وأهل سيلا والتكرور. شنقيط مربط الفرس وعيون الخيل، ومنزل التلمساني أحمد الذهبي والشاب الشاطر، ومدارس الرواد مثل الطالب مصطفى والطالب أحمد والطالب محمد، ومخزن واحدة من أخطر وأعظم الثروات المكتوبة الموريتانية. شنقيط بصمتنا الجوالة التي قدمت موريتانيا التفوق والريادة في محافل المنابر والمحابر، كلمة السر الأولى التي بها قرأنا تاريخ العظمة الموريتانية الذي لا يطاول. هذه وخزة خفيفة سريعة تذكر المؤمنين بفحواها. شكرا لاهتمامكم وإلى اللقاء.